أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين في أسئلة السرعة مع العاني للمرة الثانية. مع علي اللي راح نسألك 5 أسئلة في 20 ثانية، نفس الأسئلة راح نسألك إياها يا أبيان لكن في 25 ثانية وبغيابك. تفضلي. وإذا علي وجهك على الكاميرا شوي، تقدم لقدام. تعال تمام تمام. تعال بعد خلص. أوكي. 5 أسئلة راح أسألك إياها، إذا أكو سؤال ما عرفته قول لي باس حتى أرجع أعيد لك إياه في الوقت المتبقي. السؤال الأول: ما عدا رقم 10 اذكر رقمين حاصل جمعهما 11. 6 و5. مهنة تتطلب النظافة الشديدة. طبيب. منتخب عربي زيه أزرق. الكويت. بالعامية بمعنى سكون تام. هدوء. طير من حرفين مكررين. لقلق. شكرا جزيلا. وين قدام الجمهور حتى نقول لك. خلينا نشوف اللوحة وش قد النقاط مالتك. تفضل. شو تقول علي اليوم المرة الثانية الليلة راح تفوزون؟ متفائل. متفائل ان شاء الله. خلينا نشوف اجاباتك. السؤال الاول كان ما عدا رقم 10 اذكر رقمين حاصل جمعهما 11. قلت 5 و6. برافو عليك، جبت الاصعب. 30 نقطة. حلو. السؤال الثاني: مهنة تتطلب النظافة الشديدة. قلت طبيب. الطبيب. والطبيب 10. يعني هذه مو مهنة، هذه إبداع. اكو مهن. أبني أقول مهنة يعني ما لها علاقة لا بالدائرة ولا بالعيادة، يعني طباخ. حلاقة. صح. بيع المأكولات مثلا. هاي المهن. إيه لازم نقول لك مهنة شعبية. لازم. مهنة معروف. السؤال الثالث انا راح اضيف اللي هي الافيان. ارتاح انا من عندي. شوف هي مهنه تطلع، انا راح اقول مهنه شعبيه. يلا مو شعبيه. المشكله الطباخ ما عاد مهنه شعبيه، فما اقدر فهمتني؟ يعني مهنه شعبيه. انا فكرت اني تحتاج نظافه كل شيء. الطبيب مهنه عظيمه. السؤال الثالث: منتخب عربي زيه ازرق. قلت الكويت. صح الكويت. برافو. السؤال الرابع: بالعاميه بمعنى سكون تام. قلت هدوء. يعني هم لغه عربيه. انا بالعاميه 0. شنو قلت لك؟ صنطه. الله صنطه. قسم صنطه وكل صنطه. السؤال الخامس: طير من حرفين مكررين. لقلق. واللقلق صح. 31 نقطة. برافو. 103 يعني مطلوب اعتقد 103. البارحة ما اجى 103 مو؟ لا ما اجى. اذا 97 نقطة. تفضل اخ علي. وندعو الان الاخت ابيان للاجابة على الاسئلة ال5 حتى تجيب 97 وياخذون 200 نقطة وياخذون جائزة. الاخت ابيان. تفضل. ابيان وجهك امام الكاميرا. تعال تقدمي شوي هنا. تعالي يمي. 5 اسئله في 25 ثانيه. اذا اكو سؤال ما عرفتي قولي لي باس حتى ارجع اعيد لك في الوقت المتبقي. اما اذا طلع هذا الصوت او اني اقول لك غير الجواب فغيريه فورا لان سبق وان قال عادي. السؤال الاول: ما عدا رقم 10 اذكري رقمين حاصل جمعهما 11. بسرعة 15. بسرعة قولي باس. مهنة تتطلب النظافة الشديدة. عيد. مهنة تتطلب النظافة الشديدة. المستشفى. منتخب عربي زيه أزرق. باص. قبل ما تقولين باص انا عرفت انتهى الوقت لانه عندي حدث مخلتيني لا انا جنجل وتيل حكيتها. اذا اكو سؤال ما عرفتيه قولي باص حتى ارجع اعيدك اياه. قلت باص. شو وقت قلتي؟ برمضان. يا الله. خلينا نشوف الارقام اللي جبتيها. ال5 الهوايه. صح. مو صحيح؟ صح. تفضلي.
اوف يا اذيان، انت يعني اجاباتك شويه كثير مرتبكه، لانه انت مرتبكه، انت ذكيه، ارتباك صار عندك، وقت ضيق. السؤال الاول كان ما عدا رقم 10، اذكر رقمين حاصل جمعهما 11. دخلت شنو دخلت؟ راسك دخلت 6 زائد 5 طلعت 3. قلت لك اجلي دختي، انا اعرف دختي. اي طبعا 9 يلا 9 زائد 2 4 زائد 7 دخلت سطرت 2 زائد 9. طبيب قال على سؤال مهنة تتطلب النظافة الشديدة أخذ 10 ضعيف، لأن احنا المهنة أنت ايش قلتي؟ انت قلت المستشفى مهنة. لا مو انت قلت شنو أنا قلت؟ لا ايش قلت؟ بس سقط السؤال. قلت مهنة. اي انا فهمت انه مكان يتطلب النظافه الشديده. انت فهمتي مكان. أي. هو مهنة وين؟ مكان وين؟ السؤال الثالث منتخب عربي زيه ازرق، قال الكويت 32. انت مالك شغله بهذا الموضوع، وبعدها انتهى الوقت لنظل. لا انا ماكو داعي، رجاء ماكو داعي اتعب نفسي. السؤال الرابع بالعاميه بمعنى سكون تام، قال هدوء، 0 اخذ. هي صنطه. انت خلاص الوقت عندك. هدوء، صنطه، وبعد سكته، سكون تام، سكتة. والسؤال الخامس اللي ايضا انت ما جاوبتين وقتها، طير من حرفين مكررين، قال لق. 31. كان ممكن تقولين انت بلبل او هدهد وراحل يبو علي ويبو علي 5 صفار. مين راح ويلي؟ تفضلوا. اثنين باثنين. اوكي، اعزائي المشاهدين، لا اريد ان اعلق ما جاءت به افيال، لانه هي لحظه ارتباك مو عدم معرفه، لا. واني واحد من الناس اقول الله يساعد اللي يوقف يمي وامام الكاميرات وامامكم اعزائي المشاهدين حتى يجاوب على ال5 اسئله في 20 ثانيه. اذا اقول لكم اعزائي المشاهدين انتظرونا يوم غد ضروري مع حلقه جديده وعائله جديده مع عائله العاني، واقول لكم تحياتي وتحيات كل كادر العمل لكم جميعا. تصبحون على خير ونوما هانئا. فيما الله. انا جواد حج.